حته بقى كده جت في دماغي، خصوصا ان احنا اتكلمنا في الاول على ارتجاع المريء. لو العيان ده عيان بقى، معلش ما اعرفش بقى ده حاجه بتحصل ولا ده انا اخترعتها دلوقتي. تمام عيان عنده ارتجاع مريء وعنده جرثومه المعده، عيان تعيس شويه معلش، تمام. حظ ما وحش. هو هل بتحصل الحالات دي موجوده؟ بنشوفوها. طيب خلاص، ما هو يبقى العيان ده اختراعي طلع في محله. ما العيان ده بيبقى عنده ارتجاع مريء وعنده التهاب في المعده. اوقات في عيان كده بتلاقي عنده التهاب معده وعنده ارتجاع مريء. بنعالجهم بقى الاثنين مع بنعالج- بعض على التوازي ما ولا هو- حاجه قبل حاجه؟ بنعالج اتنين مع بعض، بس لو في اتش بايلوري في أيوة، الجرثومة موجودة. مسببه التهاب المعده بنعالج الجرثومه الاول، بنعالج التهابات المعده الاول، وبعد كده بنعالج اللي هو الايه الميكروب يبقى العيان ده الارتجاع. يبقى العيان ده ما يتوقعش تحسن في اعراض الارتجاع في الاول. بص لان انا سبت بص الارتجاع. انا بص في جمله كده ودايما نقولها كده، تمام؟ الجرثومه المعده ليس لها علاقه بارتجاع المريء. ايوه حلوه دي، لازم بص نحط تحتها 100 خط كده. جرثومه المعده ليس لها علاقه بارتجاع المريء. انا زي ما قلت لك بتعمل التهاب معده والتهاب اثنى عشر، بس ما بتعملش ارتجاع مريء. ما جبتش سيره ارتجاع المريء ولا قلت من ضمن اسباب ارتجاع المريء جرثومه المعده. لكن لو صادف العيان مع الاثنين بمعنى برضه، عشان الكلمه دي مهمه جدا، ودي رساله بنوجهها لاكتر الناس يعني. تمام. العيان بيبقى عنده ارتجاع مريء ومشاكله كلها جرد الحموضه والحرقان، وهو مع نفسه تلاقيه راح يعمل تشيك للاتش بايلوري ويقول له عندي اتش بايلوري بوزيتيف، عالج لي الاتش بايلوري، عالج الجرثومه. عالج الجرثومه. فاكر ان لما يعالج الجرثومه الارتجاع هيروح؟ لا، انا هنعالج الجرثومه مفيش مشكله، تمام، لكن هي مش هي اللي عامله ارتجاع المريء. الجرثومه دي تعمل حاجه ودي حاجه. ومعظم على فكره اقول لك حاجه، انا دايما نقول للعيان ما يعملش هو التحليل ميكروب محلزوني مع نفسه. ما دام ما فيش شكوى العيان ما يعملهاش، تمام؟ او شكوى ريليتد، يعني شكوى ارتجاع ده مالهاش علاقه خالص بارتجاع المريء. تمام كده. فالحالات، لكن في حالات طبعا مع التهاب معده وارتجاع مريء. انت عارف العيان بتاع الجهاز الهضمي ده بيبقى جاي محوشهم كده مع بعض كده، كوكتيل كده، ممكن يبقى معاه مشاكل في القولون كمان يعني. ما راحش غير لما المعده خلاص. ففي التهاب في المعده في التهاب في المعده ومع ارتجاع، مع حموضه وحرقان وترجيع والقصه دي كلها. بنعالج الجرثومه الاول، نعالج الجرثومه والتهاب المعده الاول، بعد كده وبعد كده نخش على الارتجاع. يبقى العيان وهو بيتعالج من الجرثومه هيستحمل اعراض الارتجاع لحد ما نبدا نراجع بالظبط. عشان في ناس بتتوقع انه هتعالج جرثومه يقول لك لو الارتجاع شغال عندي ليه؟ ما انا بقول لك اهو ده حاجه وده حاجه. جرثومه المعده نحط تحتها خط. جرثومه المعده والميكروب الحلزوني ليس له علاقه بارتجاع المريء. هي تعمل التهاب معده، التهاب اثنى عشر، مشاكل زي ما قلت لك، الانيميا، نقص الوزن، مشاكل في الجلد، القصه دي كلها، لكن ليس لها علاقه بارتجاع المريء. تمام يا دكتور، الله ينور. شكرا. تسلم يا رب.